الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. شكرا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد المنسق الجهوي المحترم وعضو المكتب السياسي السي محمد القباج، السادة المنسقين النواب البرلمانيين المحترمين، السيدات والسادة ممثلي التنظيمات الموازية لحزب التجمع الوطني للأحرار، السيدات والسادة مناضلي الحزب، السيدات والسادة الحضور الكريم، ممثلي التعاونيات والنسيج الجمعوي اللي حاضر معنا اليوم، ضيوف هذا اللقاء. أنا رغم أني أعتبر نفسي شيئا ما متمرس في اللي كنحس به في هذه المدينة وفي وسط أهلي وإخواني الذين تشاركنا معهم هذه المرحلة، فشكرا جزيلا. شكرا إلى هذه المهمة إلى جانب السيد الرئيس، وملي فتح لنا الأبواب ديال هذا المقر، ودائما فاش كنحضروا فيه تنستمد منه دائما جرعات ديال الأمل والإيجابية. سعيد بالحضور في هذه المدينة، مدينة مراكش، اللي احتضنتني وأنا طالب جاء ذات مساء ذات ليلة إلى مدينة مراكش ليتابع دراسته في شعبة الفلسفة بجامعة القاضي عياض، وقضى أول ليلة بيضاء في المحطة ديال الدكانة في انتظار يصبح الحال باش يمشي للدوديات ديال المساكين يقلب على الذكرى. الحمد لله ان هذه المدينه احتضنتني وعلمتني الشيء الكثير، وعرفت فيها هذا الشيء اللي قال السي القباج ديال انه ما يمكنش تفصل مراكش على الصناعه التقليديه. مراكش هي المنبع ديال الفن، المنبع ديال الثقافه، المنبع ديال الصناعه التقليديه اللي محافظه على التراث ديال بلادنا. الحمد لله انه اتاحت لي الفرصه كما قلت انا طالب باش نعرف هذه المدينه، باش اليوم ملي سيدنا الله ينصرو قلدني هذه الامانه اللي هي امانه كبيره جدا، اني كنعرف شيئا ما يعني الاهميه ديال هذا القطاع، نعرف شنو هي الاهميه ديال مراكش بالنسبه لهذا القطاع. فبالتالي كونوا على يقين ان هذا الكلام ديالكم وهذه المداخلات اللي جات فما كتزيد الا تحسسنا بهذه المسؤوليه اللي هي كبيره، واللي كنطلبوا الله سبحانه وتعالى اننا نكونوا قدها، واننا نلقاو بجنبنا. وهذا هو اللي الشيء اللي كيفرحني اليوم. كنعيش يوميا منذ يعني تقليدي هذه الامانه، نعيش مسؤوليه تتراكم، ولكن في نفس الوقت انا جد متفائل يعني بمستقبل القطاع، وجد متفائل بهذه التجربه. علاش؟ لان اولا معايا فريق رائع على المستوى المركزي، وكذلك انه عندي ناس اللي غادي نتصنت لهم ونستمع لهم، واللي عارفين الميدان، وكنسمع الحرفيين وكننزلوا للتيران. راه الاسبوع الاول من مورا قبل كانوا واحد الوقت كتعطى هذه المسؤوليه وكيبقاو الناس في الرباط. حنا الاسبوع الاول راه نزلنا كلنا للميدان باش نتصنتوا ونسمعوا ونعرفوا الواقع الحقيقي ونفكوا المشاكل وتفك الاشكاليات. احيانا راه كتكون زميلي احمد عارف هذا الشيء، الاخوان اللي تكون غير بعض الامور اللي ممكن تدخل فيها وسطانيه، وهذا تفك وتيجي بالله التيسير. فبالتالي اليوم الحمد لله نتوفر على رؤيه سيدنا الله ينصرو كيحب هذا القطاع، العلويين كلهم منذ الازل وهما تيعطيو الصناعه التقليديه والصناعه التقليديه واحد الاهتمام. كنعرف اليوم بان سيدنا الله ينصرو جلاله الملك محمد السادس هذا القطاع هو من معينيه. انا سعيد في الصباح حنا كندوروا في المجمع هذا المسار ان شاء الله، وباش اللي عنده باش يفيدنا فاكيد انه غنكونوا دائما في الانصات وفي الاستماع. كاين المساله الاولى، هذا القطاع تكلموا لي احمد على انه كيشتغلوا فيه 2.7 مليون مغربيه ومغربي، يعني هو القطاع المشغل رقم 2 من مورا الفلاحه. وشنو هي اللي تتبحث في هذا 2 مليون و700؟ تلقاو يعني الناس البسطاء ديال العالم القروي. كاين واحد الفئه اللي تطورات واشتغلت، ولكن الاغلبيه الكبرى القاعده الكبرى ديالها 2 مليون و700 يعني الناس البسطاء. تنعرفوا حتى الصانع، داك الصانع التقليدي ولا ديك المراه المتعاونه، راه تنهضروا على واحد الشخصيه سبيسيال، يعني ناس دراوش داخلين سوق راسهم ضاربين مع طرف الخبز.
ومحافظين على ديك المهنه ومعتزين بها وتيتحداو الاشكاليات ديالها. اذا واحد الفئه من المجتمع اللي هي فئه عندها خصوصيتها. هاد 2,700,000 خصهم يتنظموا، خصهم الهيكله. قبل كان عندنا هاد دوك الامناء الحرفه، كان عرف كينظم داك الامين د الحرفه، كينظم ديك الحرفه وكيفك المشاكل وتيفك النزاعات وتيترافع الحرفه وتيكون هو المخاطب. اليوم بحكم التطور ديال الامور هاد القضيه ديال الامين د الحرفه تراجعات على المستوى الوطني، تراجعات بشكل كبير. وعندنا واحد المكسب اللي تحقق سنه 2020 لفائده القطاع، هو ثوره حقيقيه انه لاول مره في بلادنا تيكون عندنا قانون خاص بالصناعه التقليديه، هو القانون 50/17. هذا القانون فيه 4 ديال الامور اساسيه. فيه الجانب ديال اولا التعريف شكون هي الصناعه التقليديه، والعمل اليدوي اللي فيه واحد الخصوصيه عن الاعمال الاخرى، وعرف لنا شكون هو الصانع التقليدي وشكون هو الصانع التقليدي المعلم وشكون هي المقاومه.